عبد الله شقرون مخترع مغربي عمره لا يتجاوز 29 سنة. في هذه الشقة بدأ نبوغه العلمي يتبلور ضمن سلسلة اختراعات. آخر ابتكار هاتف موصل للرائحة، حيث قاده التحليل البيولوجي إلى معرفة قدرة الأنف على التفريق بين الروائح وفق قاعدة الكثافة. والتحكم في الكثافة يصل في هذا الاختراع إلى درجة إرسالها لباقي الهواتف عبر تقنية موجة بنير. فكيف تقع هذه العملية؟ فقط نحن نضغط على زر لتشتغل الأجهزة الموجودة داخل الهاتف، ونوجه ذلك الثقب إلى مكان الرائحة، فيبدأ بشفط الرائحة وتحديد كثافتها بالضبط وتحويلها إلى موجات بنر. عندما سيضغط صاحب الهاتف المستقبل على نفس الزر سوف تشتغل الأجهزة وتحل شفرة بنر لكي تعطي لنا نفس الكثافة. واستطاع عبد الله شقرون اختراع محرك سنة 2005 بين القوة والسرعة والاقتصاد. المحرك الدوار المدور المربع تصل قوته إلى 250 حصانا، يستهلك لترين ونصف اللتر من البنزين في 100 كيلومتر، وقد يستعمل في الطائرات العمودية والبواخر والسيارات بتغيير بعض القواعد الميكانيكية. الهواء من كانال دادميسيون للشومبر ديال ادميسيون ديك الساعات كيدور الروتور 90 درجة باش كيجيب داك الهواء هذاك اللي كان هنايا هاد الشومبر هذا، وهنا كيبدا الكومبريسيون، من بعد عاود كيدور 90 درجة ثانية باش كيجيب داك الهواء اللي كان في الشومبر ديال الكومبريسيون للشومبر ديال ليكسبلوزيون. وهنا كيكون في هاد البلاصة هادي لانجيكتور ديال الديزل، ديك الساعات كيدور الروتور بواحد السرعة كبيرة بزاف، وهنا كيوقع الديلاتاسيون وكيوقع في نفس الوقت ليشابمون. فقط إذا درنا حنايا 19.79 على 1 رابور فوليمتريك ديالو ممكن أنه يعطينا 250 ديال الشوفال، ويستهلك لنا 2 ديال لتر ونص ديال الديزل في 100 ديال الكيلومتر، ولا فيتاس ديالو تقدر توصل من 0 ل 100 كيلومتر باغ اور توصل سيكوند ادمي. عبد الله شقرون العربي والمسلم الوحيد المصنف ضمن 30 الأوائل في قائمة المصممين والمخترعين الدوليين. في رصيده 37 اختراعا لم تغري عروض بعض الدول الأوروبية في تخلي عن الجنسية المغربية، فهو يعد من أكبر المنافسين لصناع المحركات في العالم.